اهلا وسهلا بكم على قناه عدلي تيوب. معاكم جرجس عدلي، سينيور الكتريكال تكنيكال اوفيس انجينير، ومكملين مع بعض في البلاي ليست بتاعتنا اللي موضوعها ازاي ابدا مشروع من الصفر على برنامج الريفت. اتعلمنا مع بعض في الفيديو السابق ازاي نفتح التمبلت اللي هنشتغل عليه، ازاي نظبط اليونتس في البروجكت بتاعنا، ازاي نعمل سيف للموديل كستاند الون فايل. طب لو عندنا في التيم اكتر من مهندس، واحد مثلا هيرسم في الاناره، واحد تاني هيرسم في الباور، واحد هيرسم في الفاير الارم، وكلهم عاوزين يشتغلوا في نفس الوقت، ازاي نقدر نشتغل كلنا على نفس الموديل في نفس الوقت؟ في الحاله دي بنحتاج نفعل خاصيه مهمه جدا عندنا في برنامج الريفت، وهي الورك شيرنج. وفكره الورك شيرنج انك انت بتحفظ الموديل بتاعك كسنترال فايل، وبتعمل له سيف على السيرفر الخاص بالشركه، او لو انت بتشتغل على الكلاود هتعمل له سيف على البيم 360 او الاوتوديسك كونستراكشن كلاود. وكل واحد من الناس اللي شغاله في التيم بيفتح على الجهاز بتاعه لوكال فايل، ولما بتعمل سينكرونايزيشن بيتنقل الشغل اللي انت عملته على اللوكال فايل بينتقل للسنترال فايل، والشغل الموجود على السنترال فايل بيجي لك على اللوكال فايل بتاعك. وبكده بنبقى كلنا شايفين الشغل بتاع بعض، وبنقدر نشتغل كلنا على الموديل في نفس الوقت. طب ازاي اعمل سيف للموديل بتاعي كسنترال فايل؟ هو ده موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. ده الستاند الون فايل اللي احنا كنا عملناه المره اللي فاتت. ونعرف منين ان هو ستاند الون؟ هتلاقي متفعل عندك هنا كده كلمه سيف، هي دي فقط اللي متفعله، فده كده تعرف ان هو ستاند الون فايل. عاوزين نحول الستاند الون فايل ده لسنترال فايل. هتيجي كده من كولابوريت، هتضغط عليها، بعدها هنا هتضغط على كولابوريت. هنا بيسالك هل انت عاوز ترفع الموديل بتاعك على الكلاود؟ لو انت عاوز تشتغل على البيم 360 او الاوتوديسك كونستراكشن كلاود هتختار الاختيار الثاني ده. لو انت عاوز تحفظ الموديل بتاعك على السيرفر الخاص بالشركه هتختار الاختيار ده اللي هو within your network. بعد ما اخترنا الاختيار ده هنضغط على اوكي. كده احنا فعلنا خاصيه الورك شيرنج. عاوزين بعدها نحفظ الملف بتاعنا كسنترال فايل، فهتيجي كده من فايل، هتختار سيف از وتختار بروجكت، وهتضغط هنا على اوبشن وتتاكد ان الباك اب بتاعك واحد، وتاكد اهم حاجه ان في علامه صح هنا جنب كلمه make this a central model after save، هتلاقيها موجوده اهي. كده يبقى الفايل اللي انت هتحفظه هو سنترال فايل. بعدها بتحدد المكان اللي انت هتحفظ فيه السنترال فايل بتاعك، وبتضغط على سيف. كده الموديل بتاعك اتحول لسنترال فايل، يعني اللي انت فاتحه حاليا هو السنترال فايل. طب اتاكد ازاي من الخطوه دي؟ هتلاقي دلوقتي اللي متفعل عندك فوق هي كلمه سينكرونايزيشن، وهتلاقي كلمه سيف دي اكتف. يبقى لما كان الفايل ستاند الون اللي كان متفعل عندك سيف، لما الفايل بقى سنترال اللي بقى متفعل عندك هو سينك. هنقفل دلوقتي الموديل بتاعنا اللي هو السنترال فايل، وهنفتح لوكال فايل. هنقفل السنترال فايل من هنا كده، اتقفل معانا. هنفتح اللوكال فايل، هتضغط كده على اوبن، وهتحدد اللوكيشن اللي انت عملت فيه سيف للسنترال فايل بتاعك، وتختار الموديل بتاعك. هنا هيكون في عندك اختيارين. لو انت عاوز تفتح نسخه ستاند الون خاصه بيك ملهاش علاقه بالسنترال فايل هتختار الاختيار ده اللي هو ديتاش فروم سنترال. لو انت عاوز تفتح لوكال فايل ويكون متاح عندك انك انت تعمل سينك وتشتغل مع باقي زمايلك هتختار كرييت نيو لوكال. هتضغط على اوبن. كده انت فتحت اللوكال فايل. طب اعرف ازاي ان ده لوكال فايل؟ اول حاجه هتلاقي اسم اليوزر نيم الخاص بيك هيكون ظاهر هنا. تاني حاجه هتلاقي متفعل عندك هنا سيف، ودي بتستخدمها علشان لو عاوز تحفظ الشغل اللي انت عملته في اللوكال فايل بتاعك. وبتلاقي برضو متفعل عندك سينكرونايز عشان لو انت عاوز تبعت الشغل اللي انت عملته للسنترال فايل. الاثنين متفعلين في نفس الوقت. بكده انت اتاكدت انك انت فعلا فاتح لوكال فايل. لما بتفعل خاصيه الورك شيرنج على برنامج الريفت في 3 مفاهيم مهمين محتاج تفرق بينهم. لو انت كده جيت دخلت على الكولابوريت تاب هتلاقي هنا في 3 حاجات متفعلين: سينكرونايزيشن والسنترال والريلود ليتست والريلينكش اول ماين. ايه الفرق بين الثلاثه دول؟ السينكرونايزيشن والسنترال دي بتستخدمها لما بتحب تبعت الشغل بتاعك على السنترال فايل، وبرضه في نفس الوقت بيعمل ريلود ليتست، يعني بيجيب لك اي شغل جديد اتضاف في السنترال فايل بيجيبه لك في اللوكال فايل. بكده بيبقى بعد ما بتعمل سينكرونايزيشن والسنترال اللوكال فايل بتاعك مطابق للشغل الموجود في السنترال فايل، الاثنين زي بعض. الريلود ليتست دي لو انت عاوز يظهر لك الشغل الموجود في السنترال فايل
من غير ما تبعت الشغل اللي انت عملته في اللوكال بتاعك يتبعت للسنترال. يعني كده هيبقى عندك كل الشغل الموجود في السنترال فايل اوريدي موجود عندك في اللوكال، لكن الشغل اللي انت عملته على اللوكال انت لسه ما بعتوش للسنترال فايل. تالت اختيار اللي هو الريلينكش اول ماين. وانت شغال عندك على الجهاز بيبقى فيه مثلا ورك سيتس انت عملت لها كرييت، بيبقى فيه اليمنتس انت ماسكها، فبالتالي لما حد بيجي يحرك اليمنت من مكانه من زمايلك اللي شغالين على الموديل بيظهر له الرساله دي، والرساله بتقول ان هو مش هيقدر يعمل اديت للاليمنت ده بدون ما انت تعمل الريلينكش وهو يعمل الريلود ليتست. فبالتالي انت علشان ما تعطلش زمايلك اللي شغالين معاك قبل ما بتقفل الموديل بتضغط على ريلينكش اول ماين، بحيث ما تبقاش اونر لاي ورك سيت وبرضه ما تبقاش ماسك اي اليمنت ويقدر زمايلك يشتغلوا على المشروع معاك. وبكده نكون عرفنا ازاي بنقدر نعمل سيف للموديل بتاعنا كسنترال فايل، وازاي نفتح اللوكال فايل اللي احنا هنشتغل عليه. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن خطوه جديده من الخطوات اللي بنعملها لما بنيجي نبدا مشروع جديد، وهي كرييت الورك سيتس. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وشير واشترك في قناه عدل تيوب علشان يوصل لك كل الجديد في عالم الريفيت والبيم. بشكركم على متابعتكم والى اللقاء.